في مقولة بتقول الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. مش محتاجة حاجة يعني. بس في الحقيقة أوقات كتير الاختلاف بيفسد كل الود. حاجة من الناحية التانية. فاكر لما اختلفت مع والدك علشان انت أهلاوي وهو زملكاوي فيقولك ده أنا بلعب كورة أحسن من صالح سليم وانت مالكش فيها؟ ولا لما اتكلمت في السياسة مع عمك وقالك انت ما بتفهمش حاجة خالص؟ ولا انت حمار ولا انت فاهم حاجة. ولما مامتك تصمم تأكلك سبانخ بيدي وتقول لها انك مش بتحبها فهي تقول لك اسكت اسكت، هو انت بتفهم في الاكل؟ يا ست ما تخلينيش اتغاب عليك. تتغاب على مين يا ابن الكلب يا عاطف؟ ساعتها بتحس ان رأيك مش مهم، انت محدش بيعمل لك حساب خالص. يا ترى ايه هي اسباب اختلاف الرأي بين الناس؟ انا ايمان شاهين وده اخر مترو. اولا في حاجه اسمها كده خالف تعرف، عارفينها طبعا، تبقى الناس كلها موافقه على حاجه ويطلع حد معترض من غير اي اسباب. انا معترض، ولما تساله ايه سبب الاعتراض؟ معرفش، انما ادام في مجلس لازم اعترض. انا حر، بلطجه يعني. الشخص ده بيكون مش حاسس باهتمام من اللي حواليه فبيحاول يلفت النظر ليه علشان يثبت وجوده، ودي تعتبر عقدة نقص، فبيحصل بسببها مشاكل كتير في المناقشات وساعتها الود بيروح لحاله. بس في شخص تاني بيبقى خالف تعرف برضه بس عنده أسبابه. في الواقع انت هترجع ستوب. يعني عنده معلومة نادرة مش أي حد يعرفها، أو عنده وجهة نظر حقيقية مبنية على أسباب واضحة. وقتها اللي حواليه المفروض يدعموه ويستفادوا منه، بشكر كل اللي ساعدوني. مش يكسروا مقاديفه. يا عم اقعد اقعد يا عم اقعد. وفي الوقت ده الاختلاف لا يفسد للود قضية. تعالي بقى عشان انا سكتلك. ايوه وانت هبله. وفي دراسة بتقول إن المزاج النفسي للأشخاص اللي بيتناقشوا أو علاقاتهم ببعض بتأثر على رأيهم، زي المثل اللي بيقولك حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. صح. انا كده، انا مش كده يا فاطمه؟ يعني ممكن تغير رأيك 180 درجة لمجرد إن واحد أنت مش بتحبه قال نفس الرأي عشان تنزلوا تقطيع في بعض. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. أو لو أنتوا صحاب قوي هتلاقي رأيكم فيه شبه من بعض. الحق. في مقولة للإمام الشافعي بتقول رأيي خطأ يحتمل الصواب ورأي غيري صواب يحتمل الخطأ. الخلاصة إن الاختلاف ما ينفعش يوصل لخلاف، وما ينفعش أبدا إنه يفسد للود قضية. قول لنا في الكومنتات إيه الأسباب اللي بتختلف في الرأي مع الناس علشانها، واستنونا دايما في آخر مترو.